القصة بتبدأ في بلدة جبلية صغيرة كده، والناس كلها مستعدة لعيد الميلاد والاحتفالات والهدايا. وفي مركز أبحاث قريب، الدكتورة سارة نوفاك قاعدة مركزة عينيها على شاشة الكمبيوتر، وهي بتتابع نيزك غريب جدا. درجة حرارته بتعلى وتوطي كأنه بيتنفس وهو بيقرب من الأرض. وفجأة الشاشة تتبدل بصورة زمايلها وهم لابسين لبس عيد الميلاد وبيهزروا. يدخل المشرف بتاعها نيلم يقول لها: بالراحة يا سارة، النهاردة عيد ميلاد بقى، روحي ارتاحي شوية. لكن سارة عنيدة وبتقول إن النيزك ده تصرفاته مش طبيعية ولازم نراقبه لآخر ثانية. نيل يحاول يهديها ويقول لها إن حجم النيزك صغير قد ترابيزة، وهيتفرتك أول ما يدخل الغلاف الجوي. بس سارة مش مقتنعة خالص. وفي الآخر نيل يوافق يسيبها شوية تكمل شغل ويروح. نروح بقى للمدينة، نتعرف على تشارلي، راجل بسيط وعقله في راسه. يسمع صوت انفجار يرعبه، يجري يشوف فيلاقي ابنه بيتر وصاحبه توم بيلعبوا بالديناميت. يزعق تشارلي ويقول لهم: الديناميت ده للانهيارات الجليدية يا ولاد، مش لعبة. لكن بيتر يرد ببرود: احنا في الأجازة يا بابا. تشارلي يتنرفز ويقول له: لو عايز تخسر ايدك روح اعمل ده قدام أمك، عشان هي اللي تشيل الليلة بدالي. العيال يغيروا الموضوع ويتكلموا عن الحفلة الكبيرة اللي عاملها بن كروغ، أغنى واحد في المدينة. وتشارلي رغم إنه مش طايقه بس يضطر يروح عشان ده اللي بيديله مرتبه. وفي نص الاحتفال نعرف إن بيتر على علاقة سرية بمارلي بنت بن، ويقعدوا مع بعض بعيد عن العيون. وبيتر يقول إنه زهق من التخفي. مارلي تفهمه، بس تقول إن أبوها مستحيل يوافق دلوقتي. بيتر يحاول يفرحها ويطلع لها هدية عيد الميلاد، قلادة فيها ألماظة صغيرة. مارلي تبتسم وتتبسط، بس الفرحة ما طولتش. الاتنين يبصوا للسما ويلاقوا جسم غريب، يفتكروه شهاب. باني يحاول يتصل بمارلي وساكتة، فيقول: ما علينا، نبدأ الاحتفال. وهنا الرعب يبدأ. النيزك فجأة ينقسم لجزئين، نص بيولع نار ونص متجمد تلج، وكل واحد فيهم رايح في اتجاه غير التاني. الناس تتخض، الأرض تبدأ تتجمد ببطء، وتشارلي يرفع راسه للسما ويفهم إن المصيبة جاية. يصرخ بأعلى صوت وينبه الناس، والكل يجري بجنون. النيزك الجليدي ينفجر لحظة اصطدامه بالمدينة، يشد تشارلي للأرض ويفقد الوعي وسط الخراب. ولما يصحى يلاقي المدينة متدمرة، جثث في كل مكان، وناس بتصرخ وتحاول تهرب من الموت. سارة تتصل بالنيل وتقوله إن النيزك وقع قريب، وتتحرك فوراً تحقق بنفسها. باني يخف من الصدمة ويجري يشوف مراته، وتشارلي يحاول ينقذ أكبر عدد ممكن من الناس. وبعد شوية بان يوصل لمكان سقوط النيزك، كل حاجة متجمدة، الجليد واكل العربية، الأرض، حتى الهوا بقى يقرص الجلد. يقرب صاحب تشارلي مايوس من جثة على الأرض يشوفها عايشة ولا لأ، لكن أول ما يلمسها إيديه تتجمد في ثواني ويتسمر مكانه. ينادي بان علشان ينقذه، لكن بان ينهار ويجري بعيد وهو مرعوب. وفي لحظة مرعبة موجة تلج تضرب مايوس، فتجمده كامل زي تمثال، وبعدها تتفتت ويتكسر قصاد عين تشارلي. تشارلي يوصل يشوف جسم صاحبه متكسر ومرمي على الأرض، يتصدم ويتشل مش عارف يعمل حاجة. بيتر يرجع مع مارلي سليم، بس أخوها سكوت كان شايفهم. بسرعة دخلوا الملجأ، وبيتر قرب من سكوت وسأله لو شاف أبوه، لكن سكوت رد عليه ببوكس على طول. الستات مسكوه، وساعتها وصل العمدة وقال لهم يقفوا، وقال إنه لسه مكلم الحاكم وإن المنطقة اللي وقع فيها النيزك اتقفلت ومحدش يقرب ناحيتها، وطلب من كل الناس ترجع بيوتهم فوراً. ظهر بن وتشارلي وسط الناس، وجريوا على ولادهم يطمنوا عليهم. تشارلي لاحظ جرح في بق بيتر وسأله مين عمل فيه كده. رد بيتر: سكوت. سكوت حاول يدافع عن نفسه وقال إنه كان بيحمي أخته. والد مارلي اتنرفز وقال الخناقة دي تتفض بعدين، دلوقتي كل واحد يرجع بيته. تشارلي قال لابنه يروح لوالدته ويبلغها إنه هيتأخر، والناس بدأت تتفرق. لكن بان حاول يتكلم مع تشارلي وقطع الكلام، زلزال جامد هز المكان. بان قال لتشارلي يمشي وياخد بيتر، لكن تشارلي رفض وقال إنه هيقعد يساعد أي حد محتاجه. بان اتضايق واتخانق معاه، وتشارلي قال له إنه مش بيخدم العمدة ده، هو بيساعد الناس اللي محتاجيله. بان اتعصب أكتر وقال له إنه مطرود، وقبل ما يكمل زلزال تاني يهز المكان. شافوا الشرطة وصلت، وتشارلي جري عليهم وقال لازم يسمعوه.
في حاجة خارجة من النيزك بتقتل الناس. بس الضابط اتريق عليه وقال له يسيبهم يشوفوا شغلهم. حتى بان حاول يحذرهم بس محدش سمعه. النيزك بدأ يتفاعل مع اقترابهم، وفجأة سهام جليد بتطير في كل اتجاه. الناس تجري في رعب. تشارلي حاول ينقذ ضابط اتصاب، لكن ضباط تانيين ماتوا بطريقة بشعة. بان كان في عربية إسعاف مع العمدة وتشارلي خبط عليهم واستنجد بيهم. فتحوا وساعدوا الضابط اللي اتصاب. تشارلي قال لازم نخلي المدينة فوراً، واقترح نودي الناس للمركز الاجتماعي علشان فاي مراته السابقة تقدر تنظم كل حاجة. العمدة وافق وبان عرض إنه يغطي التكاليف. في المستشفى تشارلي كلم فاي وقال لها الوضع خطير جداً، وطلب منها تجهز مكان للناس اللي هيتنقلوا، وهي وافقت وهتنظم كل حاجة. بان جه وقال له هتعمل إيه دلوقتي؟ تشارلي رد لازم نخلي المصابين، ولازم أجيب أدواتي علشان الشتا ده هيطفي المولدات. وصل تشارلي البيت، لقى بيتر هناك. قال له بسرعة الخطة وطلب منه يروح على المركز الاجتماعي. وبيتر اعترف إنه شاف النيزك وهو بيقع ويتقسم لجزئين. تشارلي سأله الجزء التاني واقع فين؟ قال له ممكن عند جبل ديكنز. وتشارلي اطمن شوية بكلامه. وهو راجع المستشفى لقى بلورة جليد طالعة فجأة في نص الطريق. والعربية وقفت فجأة، بس العربيات اللي وراهم ما خبطتش فيهم زي ما توقعوا، بالعكس اتجمدت مكانها فجأة. تشارلي لقى سارة وعربيتها بايظة، عرض عليها يوصلها وفعلا هربوا. افتكروا إنهم كده في الأمان، لكن العاصفة الجليدية كانت وراهم زي الشبح. تشارلي أخد طريق مختصر للبحيرة، وهناك لقوا قارب، ركبوه بسرعة وهربوا من الموج المتجمد. سارة كانت مرعوبة، وفجأة تسمعه بيقول المية بتختفي، لازم نطلع فوراً. وبالفعل وصلوا لليابسة قبل ما التلج يوصلهم بثواني. على الجبل سألها تشارلي إيه اللي بيحصل؟ قالت له الجو اتجمد فجأة، في نيزك شفته بيقع وده بيدمر الدنيا. وعرفت نفسها إنها طالبة فلك بتتتبع النيزك ده من شهور. راحوا للعيادة يقابلوا رئيس البلدية، لكن سارة طلبت تشوف النيزك بنفسها، ورغم تحذير تشارلي راحت عليه. الرجالة كلهم كانوا بيفضوا المكان، ومفيش حد فاضي يساعد تشارلي. سابهم وهو محبط ومشي. قربوا من النيزك، بس فجأة الأرض بدأت تهتز تحت رجليهم كذا مرة. تشارلي اتوتر وقال لها إحنا لازم نمشي من هنا، لكن سارة حاولت تهديه وقالت له إنها محتاجة بس تاخد عينة صغيرة ومش هتطول. وفجأة بوم! بلورة تانية ظهرت من تحت الأرض وفتحت حفرة كبيرة بلعتهم لتحت. تشارلي صرخ وهو بيقع انت كويسة يا سارة؟ ردت عليه وهي بتحاول تقوم تمام، أنا كويسة. هو ولع الفانوس عشان يشوفوا حواليهم، بس ثانية واحدة وانطلقت موجة ثلجية مرعبة. الموجة خرجت من المنجم وجمدت كل حاجة في طريقها، الأرض، الحجارة، الأشجار. الدنيا بقت جليد في لحظة. مارلي وسكوت في الطريق لحد ما راجل عربيته وقفت على جسر. سكوت نزل يساعدهم والدنيا بدأت توحش. تشارلي وسارة وصلوا لمنجم قديم تحت الأرض بعد ما الأرض اتشقت بيهم. هناك اكتشفوا قلب المخلوق، بلورات جليدية بتتنفس. سارة كانت عايزة عينة، لكن المخلوق انفعل وطلع شوك جليد يقتل أي حد حواليه. خرجوا يجروا، بس موجة التلج كانت قاتلة، جمدت المستشفى وكل اللي فيه. الأوضاع بقت كابوس، العاصفة بتجمد البشر في ثواني. مارلي تلاقي راجل معاها يموت تحت صخر التلج، وبيتر يتضرب بالعاصفة ويتجمد. سارة اكتشفت إن الفانوس اللي معاهم كان عامل دايرة حماية، لكن المكان كله بقى متجمد ما عدا دايرتهم بس. في الملجأ الأهالي قلقانين وبيطلبوا إخلاء. مارلي تصحى من الصدمة وتخرج تدور على أخوها وسط الجليد، وأخيراً تلاقيه بس متجمد. تنهار من العياط، وفجأة بيتر يطلع عايش. الاتنين فرحوا ببعض ولقوا مروحية بتيجي تنقذهم، لكن صخرة تلج عملاقة تخبط الهليكوبتر وتنفجر. الأمل تاني بيروح.
سارة وتشارلي اكتشفوا إن النيزك اتقسم لنصين، ولما اتفرقوا سببوا الخطر ده. لازم يتجمعوا تاني. بدأوا رحلة مستحيلة وسط الجبل. بيموت ناس كتير من أهل المدينة. بن يلاقي ابنه سكوت متجمد، يمسك شعلة نار ويواجه العاصفة بنفسه، ويموت هو كمان. وأخيراً لقوا الجزء التاني من النيزك، حطوه جنب الجزء الأول، بس التلج بدأ يجمدهم هم كمان. إيديهم ورجليهم بتتحول تلج. ضغطوا القطعتين ببعض، وفجأة موجة انفجار حراري والتلج ينهار. الدنيا ترجع لحالتها الطبيعية والشمس تبان. تشارلي فوق يدور على سارة، يلاقيها عايشة. يرجع لحضن عيلته ويعرف سارة إنها صاحبته. والناس كلها بتحتفل، بس مش كلهم نجوا من الليلة المرعبة دي.